كل سنة وانتم طيبين. خلاص داخلين على شم النسيم، والأكلة بقى الرسمية بتاعتنا هي الرنجة والفسيخ. هعرفكم بقى ازاي انا بخلي الفسيخ بأسهل طريقة باستخدام بس المعلقة. بفتح الأول البطن وبطلع منها كل الزوايد وكل الحاجات اللي ما بتتاكلش. الأول بشيل السلسلة كده مع الراس، وابتدي بقى بالمعلقة ان انا اشيل اللحم كده من الجلد زي ما انتم شايفين، هيطلع بكل سهولة خالص. اعملوا بقى الحركة دي كده وكرروها مع كل اللحم في الفسيخ لغاية ما يطلع معاكم اللحم كده مخلي، ويطلع بقى الجلد نضيف كده زي ما انتم شايفين. ضيفوا بس عليها شوية كده من الزيت وعصرة ليمونة، وكده هيبقى أحلى فسيخ جاهز. الرنجة أنا خليتها معاكم أكتر من مرة، بس حبيت برضو أوضحها علشان اللي ما شافهاش قبل كده. بنفتحها الأول من البطن ونطلع بقى البطروخ، وزي ما انتم شايفين كده طلعت محظوظة والبطروخ طلع خطير. وأسهل طريقة علشان نخلي الرنجة، هنفصل بس حتة صغيرة من الطرف سواء من فوق أو من تحت من جلد الرنجة، ونبدأ إن احنا نسحبها ونشدها مرة واحدة يطلع معاكم كده. وبكده كمان الرنجة بقت جاهزة.